ابن الحاجة اللي أنا بخدمها كنت فاكراه صغير وخلاني أعمل حاجات ما عملتهاش قبل كده في حياتي. قبل ما تسمع القصة اعمل إعجاب للفيديو واشترك في القناة. صاحبة القصة بتقول: أنا عندي 40 سنة وعايشة أنا وجوزي في شقة أوضتين فوق سطوح في منطقة شعبية، وما عنديش أولاد لأن جوزي قاعد وعنده مشكلة في موضوع الخلفة، وأنا اللي بنزل أشتغل وبصرف على البيت بنفسي من ساعة ما اتجوزت. اشتغلت في حاجات كتير قوي، اشتغلت في مصانع واشتغلت في مدارس، وآخر حاجة أنا شغالة فيها دلوقتي إني بروح أخدم الناس في البيوت. وده لما واحدة تعرفني قابلتني في السوق وقالت لي: انت شغالة فين دلوقتي؟ قلت لها: أنا شغالة دادة في مدرسة وللأسف فلوسها قليلة قوي. قالت لي: طيب أنا في حد كان مكلمني إن في حد قريبه عاوز واحدة تخدمهم وتكون مقيمة معاهم هناك. قلت لها: مقيمة ازاي يعني؟ قالت لي: يعني هتباتي عندهم طول الشهر وهتاخدي يوم الجمعة أو أي يوم في الأسبوع أجازة. قلت لها: لأ، مش هينفع أبات بره علشان انتي عارفة إن أنا اللي بخدم جوزي وهو أصلا مش بيقدر يعمل حاجة من غيري. قالت لي: خلاص أنا هسأله وارد عليكي. قلت لها: ماشي، واديت لها رقم تليفوني علشان تبقى تكلمني. وتاني يوم اتصلت بيا وقالت لي: أنا قلت له وقال لي خلاص خليها هي تروح للحاجة اللي هي هتشتغل معاها وتتفاهم معاها في الموضوع ده. وادتني العنوان، ولقيت العنوان في كومباوند في التجمع الخامس، وانا عمري ما رحت هناك قبل كده، فكان الموضوع صعب عليا شوية وقعدت أسأل كتير لحد ما وصلت للعنوان، والحمد لله إنها ساكنة في الدور الأرضي. ترنيت الجرس بتاع الشقة، لقيت شاب فتح لي وقال لي: مين؟ قلت له: بس قول للحاجة الست اللي جاية علشان تشتغل هي اللي واقفة على الباب. راح دخل وقال لها. قالت له: خليها تدخل. دخلت لها واتكلمت معايا وقالت لي: أنا عاوزة واحدة تكون مقيمة معايا هنا وهتاخدي يوم واحد أجازة في الأسبوع. قلت لها: بصراحة يا حاجة هيكون صعب علشان أنا جوزي تعبان ومش بيتحرك وأنا اللي بخدمه، يعني لو ما عملتلوش أكل مش هيعرف ياكل. أنا ممكن أجي لحضرتك من الساعة 8 الصبح للساعة 8 بالليل. قالت لي: ماشي مفيش مشكلة، بس أنا أهم حاجة عندي النظافة. قلت لها: إن شاء الله شغلي هيعجبك جدا. وقالت لي إني هاخد في الشهر فلوس قد اللي أنا باخدها في المدرسة 3 مرات. من فرحتي ما كنتش مصدقة اللي هي قالته. وقالت لي إن الحاج جوزها متوفي وهي معاها ابنها الشاب ده اللي هو فتح لي، عنده حوالي 24 سنة، هو اللي عايش معاها وعنده شقته في الدور اللي فوقيها بس لسه مش متجوز. وقالت لي بيبقى معظم الوقت بره مع أصحابه علشان انت تبقي واخدة راحتك. قلت لها: تمام. بدأت معاهم شغل أول يوم، وبصراحة بتعاملني معاملة كأني بنتها مش كأني واحدة شغالة عندها خالص. وأنا بصراحة كنت بشتغل بضمير جدا كأنها شقتي، وكنت كمان بعمل لهم الأكل وكانت بتديني منه أروح بيه لجوزي، ودي كانت حاجة مفرحاني قوي. بس اللي كان مضايقني في الموضوع كله هو ابنها. أول ما اشتغلت تقريبا أنا ما كنتش بشوفه لأنه كان بيكون خارج طول اليوم مع أصحابه برا وبيرجع بالليل بعد ما أنا ما بمشي. إنما في آخر فترة دي بدأ يكون موجود معانا في الشقة، والمشكلة إنه كل شوية يطلب مني أعمله شاي وقهوة، ده غير السجاير اللي هو بيشربها اللي ما بكونش طايقة ريحتها. بس بحاول أعمل نفسي يعني مش متضايقة على قد ما أقدر عشان أحافظ على الشغلانة دي، لأني فعلا مش هلاقي زيها أبدا.
لحد ما بدأت ألاحظ حاجات غريبة من ابنها. لو أنا مثلا شغالة وهو قاعد، لما بكون معدية من جنبه بحس إن هو بيتفرج على جسمي، فقلت يمكن أنا متهيألي وما حطتش في دماغي، لحد ما لقيته بدأ يتكلم معايا ويحكي لي عن مشاكله مع أصحابه ومشاكله مع والدته في البيت، ولقيته بيدخلني في تفاصيل حياته، وأنا كنت بسمع من هنا وبقول له أصبر وإن شاء الله الدنيا هتبقى أحسن، المهم أنت ما تضايقش نفسك. ولقيته بيقول لي وانتي ما عندكيش مشاكل؟ تقريبا لأول مرة في حياتي ألاقي حد عاوز يسمعني ويسمع مشاكلي، ولقيتني بحكي له على حياتي كلها تقريبا من أول ما اتولدت لحد ما جيت اشتغلت عندهم. حسيت إن صعبت عليه، وقال لي يعني أنا المشاكل اللي عندي دي تعتبر ولا حاجة من المشاكل بتاعتك. كل ده طبعا وكانت الحاجة وقتها نايمة، لأنها لو كانت شافتنا وإحنا بنتكلم كل ده مع بعض وأنا مش بشتغل كانت ممكن تقولي حاجة تضايقني. وتقريبا بقينا صحاب أنا وهو برغم فرق السن اللي بينا، وبقينا لما تكون الحاجة أمه نايمة نقعد نتكلم مع بعض. حتى هو قلل خروجاته مع أصحابه، وتقريبا بقى يجي يقعد معايا، لحد ما في يوم لقيته بيقولي أنا الشقة عندي فوق مكركبة خالص ومش نظيفة ومحدش بيعملها، فإيه رأيك تعمليها لي؟ قلت له طيب نقول للحاجة وأنا عنيا ليك، أكيد مش هتأخر عنك. قال لي لأ مش لازم تقول لها، وحساب الشقة هيكون عندي أنا اللي هحاسبك عليها. قلت له طيب إزاي؟ قال لي بعد ما تخلصي هنا وقبل ما تمشي تطلعي فوق تعمليها في ساعتين وتمشي. قلت له طيب أنا عاوز أشوفها الأول علشان أشوف هتاخد مني وقت قد إيه. قال لي ماشي، أنا هطلع أفتحها وانت اطلعي على طول ورايا بصي عليها. قلت له خلاص ماشي، وراح طالع على فوق، وأنا دخلت ناحية أوضة الحاجة أتأكد إنها نايمة علشان ما تصحاش وما تلاقينيش. أول ما لقيتها نايمة رحت طلع بسرعة وراه، لقيته فاتح باب الشقة، رحت دخلت وقفل الباب ورايا، لقيت الشقة مكركبة خالص. قلت له هو مفيش حد بيعمل الشقة دي خالص؟ قال لي لأ. قلت له طيب دي عمرها ما هتاخد ساعتين، دي عاوزة على الأقل يوم كامل لوحده. ورحنا نازلين، قلت له صعب قوي تتعمل في ساعتين، دي عاوزة يوم، وانت عارف ان انا مش بكون فاضية خالص، فانت ايه رأيك نقول للحاجة عليها واطلع اعملها ومش هاخد كمان فلوس عليها بما اني شغالة عندكم؟ قال لي لأ دي شقتي وانا اللي هحاسب عليها. قال لي طيب ايه رأيك بعد ما تخلصي عند ماما تطلعي وتعمليها براحتك، ان شاء الله تخلصيها الصبح وبعد كده تنزلي لماما كأنك جاية من بيتك. قلت له فكرة، بس لو مامتك عرفت اني كنت بايتة فوق عندك هتبقى مصيبة. قال لي وهتعرف منين؟ عمرها ما هتعرف اصلا، هي لا بتطلع شقتي ولا بتجيلي خالص، ده غير انها بتنام بدري اصلا، يعني اطمني خالص من الموضوع ده. قلت له طيب انا قبل ما اعمل كده لازم اكون سايبة اكل لجوزي في البيت واكون معرفاه ان في شغل كتير عند الحاجة، علشان كده هبات بدل ما ارجع بالليل متأخر. قال لي ماشي. ولما رحت اليوم ده عرفت جوزي ان انا هبات عند الحاجة علشان عندها شغل كتير قوي وهيخلص على الساعة 1 أو 2 بالليل، ومش هلاقي مواصلات ارجع فيها في الوقت المتأخر ده. جوزي قال لي ماشي. تاني يوم الصبح رحت عند الحاجة، نظفت الشقة وروقتها ودخلت علشان اعمل لهم الغدا، فكنت واقفة في المطبخ قدام البوتاجاز وظهري كان لباب المطبخ. بعد شوية جيت بلف كده لقيت ابنها واقف على الباب وبيبص عليا. قلت له على فكرة خضتني. قال لي انا مرضتش اتكلم ووقفت ساكت علشان ما تتخضيش. قلت له على فكرة انا مش مرتاحالك. قال لي مش مرتاحالي ليه؟ قلت له نظراتك فيها حاجة غريبة. قال لي بالعكس مش غريبة ولا حاجة،
قال لي بس في حاجة أنا مستغربها. قلت له إيه هي؟ قال لي سنك. قلت له ماله؟ مال سني يعني؟ قال لي اللي يشوفك ما يقولش إنك 40 سنة خالص، انت كبيرك قوي 30. قلت له ربنا يكبر بخاطرك. قال لي والله مش بهزر. قلت له ماشي يا عم شكرا. قال لي طيب هتعملي الشقة بتاعتي امتى؟ قلت له ان شاء الله هعملها النهاردة لما اخلص هنا، بس احنا ما اتفقناش على السعر. قال لي اللي انت عاوزاه هديهولك. قلت له ماشي اما نشوف. وخلصت اليوم ده عند الحاجة على الساعة 8 بالليل، وبدل ما اخرج من شقتها واروح على باب الخروج علشان اطلع على الشارع وامشي، خرجت من شقتها ورحت طالعة على السلم. كان ابنها واقف في الدور مستنيني وفاتح باب الشقة. أول ما طلعت رحت دخلت الشقة وراح قافل الباب ورانا. قال لي بصي أنا مش مستعجل، اقعدي ارتاحي كده شوية وبعد كده اشتغلي براحتك، حتى لو هتعمليها على يومين 3 أنا مش مستعجل عليها. قلت له طيب انت هتكون فين وانا شغالة؟ قال لي مش فاهم يعني ايه هكون فين؟ قلت له يعني انا مش بعرف اشتغل بلبس الخروج ولازم اغير. قال لي ما تغيري انت مكسوفة مني؟ قلت له يعني حاجة زي كده. قال لي لا غيري وخدي راحتك، وعموما انا ممكن اقعد في اوضة تانية لو انت مش حابة اني اكون معاكي. قلت له ماشي. وبعد نص ساعة قمت غيرت ولبست جلابية زي اللي انا بقعد بيهم في البيت، وبدأت شغل في الشقة، وهو كان دخل أوضة تانية قعد فيها. بعدها بشوية لقيته خرج وقعد في الصالة. قلت له احنا اتفقنا على ايه؟ قال لي معلش عشان اتخنقت من قعدة الأوضة ومش بحب أقعد فيها كتير لوحدي. قلت له ماشي. وبقى قاعد في الصالة وأنا حاسة إن عينه ما نزلتش من على جسمي طول ما أنا شغالة. بعدها بشوية لقيته نازل. قلت له رايح فين؟ قال لي هجيب حاجة واجي. وطلع بعدها ولقيت في ايده شنطة وطلع لي منها كنز بيبس وشوكولاتاية كبيرة قوي. قلت له ده كتير قوي عليا. قال لي مفيش حاجة تكتر عليكي، سيبك بقى من الشغل وقعدي ارتاحي. كانت الساعة وقتها بقت 11 بالليل. وقال لي بقى سيبك من الشغل خالص في الريسبشن وتعالي اعملي لي أوضة النوم بتاعتي علشان دي أنا أكتر قعدتي بتكون فيها. قلت له حاضر. ودخلت أوضة النوم بتاعته ولقيته بيقولي في شنطة فوق الدولاب عاوزك تنزليها، حاولي تمد ايدك كده وتنزليها بس بالراحة علشان فيها حاجات مهمة. فرحت وقفت قدام الدولاب وبدأت أرفع ايدي الاتنين علشان أطول الشنطة. في الوقت ده حسيت إن هو قريب مني وواقف ورايا، وحسيت إن هو لمسني من ورا وأنا واقفة، وأنا ما كنتش طايلة الشنطة ساعتها. لقيته راح مسكني من وسطي وعمل نفسه بيرفعني عشان أطول الشنطة. رحت لفيت وقلت له ما اتفقناش على كده. قال لي طيب ما نتفق. قلت له نتفق على ايه؟ قال لي على اللي انت عاوزاه. قلت له بص انا طالعة اعمل الشقة مش طالعة علشان حاجة تانية. قال لي وانا كمان كنت عاوز اعمل الشقة مش حاجة تانية، بس لما لقيتك معايا ومفيش حد معانا، وبصراحة انا كنت معجب بيكي قوي من اول يوم اشتغلتي معانا فيه. قلت له انا من ساعة ما اتجوزت محدش لمسني غير جوزي. قال لي اعتبريني جوزك. قلت له انت هتهزر، انا همشي كده. قال لي خلاص امشي وانا هقول للحاجة بكرة انك كنتي عندي في الشقة. قلت له يعني عشان انا سمعت كلامك عاوز تقطع عيشي؟ قال لي ما انت مش عاوزة تعملي اللي انا عاوزه. قلت له طيب انت عاوز ايه؟ قال لي ننام سوا. قلت له صعب والموضوع مش بالعافية وانت لسه صغير على حاجة زي كده. لقيته ضحك ضحكة غريبة قوي وقال لي صغير؟ طيب تعالي نجرب ونشوف. وفي الوقت ده أنا خفت عيشي يتقطع من المكان، وقلت خلاص هخليه يعمل كده النهاردة، ولما الصبح يطلع أنا مش هطلع عنده تاني علشان أحافظ على أكل عيشي. بس الغريب الليلة اللي قضيتها معاه
حسيت إنها ليلة دهلتي. أنا بقالي أكتر من 15 سنة متجوزة، أنا ما حسيتش بمتعة وراحة زي اللي حسيتها معاه، وما كنتش أتخيل إنه يعمل فيا كده ويوصلني للمتعة دي، مع إنه أصغر مني بكتير. بس ما أعرفش إيه السر في كده. أنا تقريبا حبيته جدا وهو نايم معايا. من كتر اللي حسيته منه حسيت إني خلاص كان قرب يغمى عليا، لأنه كان بيتعامل معايا بعنف قوي، وأنا عمري ما تعودت ولا حسيت بحاجة زي كده قبل كده من جوزي. ونمنا حوالي ساعتين مع بعض، وبعد ما خلص قلت له حرام عليك، أنا حاسة إن أنا مش هقدر أمشي على رجلي. قال لي مش كنتي بتقولي عليا صغير؟ قلت له حقك عليا، ده أنا اللي صغيرة. وقام دخل الحمام استحمى، وأنا كمان دخلت استحميت ولبست هدومي. كانت الساعة وقتها جت 4 الفجر. قلت له أنا هنام كام ساعة قبل ما أنزل عند مامتك عشان أقدر أكمل اليوم. ولقيته راح مديني فلوس، فبقول له إيه ده؟ قال لي كل مرة هتكوني معايا فيها هنا هتاخدي زيهم. خدتهم منه وعدتهم، لقيتهم 500 جنيه. قلت له بضحك لا ده نطلع لك كل يوم بقى. قال لي المهم اتبسطتي؟ قلت له قوي قوي قوي. قال لي يعني ينفع اتجوز؟ قلت له انت ينفع تتجوز 2 في وقت واحد مش واحدة بس. وخلص اليوم ده اللي مش عاوز يروح من بالي. ونزلت الصبح عند والدته، وانا فعلا مش قادرة امشي على رجلي من اللي حصل بالليل، لانه فعلا كان فظيع. حتى هي لاحظت ان انا بمشي بالراحة وبتقولي مالك؟ قلت لها لا ده انا رجلي بس اتنت وانا ماشية. ومن بعد اليوم ده انا كسبت حاجتين. اول حاجة هي متعتي اللي ما كنتش بحس بيها بقالي سنين، واول مرة احسها والاقيها. وتاني حاجة هي الفلوس اللي بيديهالي في كل مرة بكون معاه فيها. يعني ممكن في الشهر اخد منه 4000 جنيه لو طلعت له 8 مرات. لدرجة ان انا بلاقي امه بتقعد تتكلم معايا اوقات عن انها عاوزة تجوز ابنها، وانا بقعد اقول لها يعني اللي اتجوزوا خدوا ايه او عملوا ايه؟ انا مش عارفة ده لو اتجوز انا ممكن يحصل لي حاجة بعد ما تعودت عليه. انا حاليا حاسة ان ده اجمل شغل ممكن اشتغله، وحاسة ان انا مش هقدر اسيب الناس دي ابدا. وعارفة طبعا انه مستحيل يتجوز واحدة سنها كبير زيي وكمان خدامة. فعشان كده بحاول بقدر الامكان احافظ على علاقتي بيهم عشان اكون مستفيدة اكتر استفادة منهم. المشكلة ان جوزي مش بيصعب علي ابدا لما بكون نايمة مع ابنها، لان انا حاسة من جوايا ان انا عايشة معاه علشان اخدمه مش اكتر من كده. يعني بقول يحمد ربنا اصلا ان انا مهتمة بيه وبصرف عليه. انا مش عارفة انا كده ماشية صح ولا غلط، وخايفة ابطل اللي انا بعمله معاه يروح يقول لامه اني كنت بطلع عنده تروح ممشياني من عندها. ساعتها انا ممكن يجرالي حاجة. انا حاسة اني بقيت واحدة منهم ومش هقدر اسيبهم ابدا، ولا هقدر ابطل اللي بعمله انا وابنها، وما عنديش اي حلول لكده خالص. وقبل ما تحكم عليا، احنا كلنا بنغلط واحنا مش ملايكة. انتوا رأيكم ايه في الوضع اللي انا فيه ده؟ بس ارجوكم بدون تجريح، لاني هقرأ التعليقات بتاعتكم كلها. دي كانت رسالة من احد المتابعين بعتتها لنا على صفحة الفيسبوك. لو انت عندك مشكلة او قصة وحابب تعرف اراء الناس فيها ابعتها لنا واحنا هنعرضها.